ها قد اقترب أحب الشهور على قلوبنا جميعا. إنه شهر رمضان الكريم الذي يذيب القلب فرحة من جمال أيامه، حتى يكاد يتمنى المرء ألا ينتهي هذا الشهر أبدا. فرمضان مبارك عليكم جميعا. ويحل علينا شهر رمضان نسمات عطرة تذهب الحزن عن القلب، ويحل محلها الطمأنينة والفرحة، فهو شهر الخير والبركة والتقرب إلى الله عز وجل بنسمات عليلة ونورا أضاء الكون. شهر رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين، ولذلك فهو شهر اختبار للمسلم، هل سيظل مصرا على ارتكاب الذنوب والمعاصي والتي ستكون من هوى نفسه في ذلك الشهر؟ فشهر رمضان هو التحدي الأكبر لامتحان الإرادة البشرية في الطاعة والعبادات. يهل علينا شهر رمضان الفضيل، هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم حتى يكون لنا المنهج في الحياة. وها هو يتهيأ القلب لاستقبال أحب الشهور وأجملها، فيسكن القلب بأيامه المليئة بالبركة والخير. فهو شهر رمضان الكريم الذي نتمنى أن يكتب الله لنا فيه المغفرة والرحمة والعتق من النار. رمضان هل بوافر الخيرات، يهدي لنا الآمال والبركات، يحيي القلوب بهدي رب رحيم، ويمدنا بالنور والنفحات. فإن تجوع البطن ويتقرب القلب من ربه، أجمل وأحب من أن تشبع البطن وتنازع النفس في المعصية. ضيفنا الغالي أطلاء عائد من بعد عام، جئتنا أهلا وسهلا فيك يا شهر الصيام. حفتكم سلامة الرحمن وأبعد عنكم الأحزان وأنار قلبكم بالقرآن.